تحدث الموسيقار المغربي أمين بوتشار عن فكرة مشروعه الموسيقي الذي يعتمد على الجمهور في الغناء، وذلك بعد انتشار فيديو للجمهور المغربي وهو يغني أغنية جانا الهوى للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. وقال بوتشار خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية إنه تلقى العديد من الرسائل من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بفكرة أن يكون الكورال هو الجمهور في فيديو أغنية جانا الهوى. وأضاف أن بداية الفكرة كانت في فرنسا وكان عدد الجمهور قليل متابعاً. الفكرة لاقت تجاوباً كبيراً من الجمهور ومن بعدها تم تطوير الفكرة. كانت هناك بعض الصعوبات في البداية نظراً لكثرة عدد الجمهور الذي يغني، وعملنا على حل بعض المعوقات التقنية وفي النهاية نجح الأمر. وأشار إلى أنه كلما كان الجمهور مثقفاً موسيقياً كلما كان الأمر أسهل بالنسبة للموسيقار، موضحاً أن مشروعه يعتمد على إعادة تقديم الأغاني التراثية التي يحبها الجمهور. الفرقة الموسيقية والجمهور وهو جزء من المقطوعة المقدمة بالفعل، من أين جاءت الفكرة والاسم الكورال هو أنتم؟ بالنسبة للفكرة هي بدأت في فرنسا. الفكرة هي إقامة يعني واحد الجلسة عائلية إلى بغينا نقولوا بين فرقة موسيقية صغيرة وجمهور بعدد قليل في إحدى قاعات باريس. وشفت بأن الفكرة لقات تجاوب ونجاح، من بعد طورتها وكبرات والحمد لله المشروع الآن كبر اللهم لك الحمد. ولكن مع العدد الكبير كيف تقوم بهذا الأمر ليظهر بهذه الاحترافية الشديدة؟ في حفل مغربي كان ترند خلال الأيام اللي فاتت، حفل الموسيقار المغربي أمين بوشار، عملوا في القاعة المغطاة في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 25 مايو، والجمهور غنى فيه جانا الهوى لعبد الحليم من غير أي نشاز. طبعا جانا الهوى بليغ حمدي وكلمة كلمة، وحتى اللهجة المصرية متقنة. الحفلات دي بتكون قايمة على أن الجمهور هو اللي بيغني هو اللي بيأدي، لكن رغم كده حفلة جانا الهوى كانت مميزة جدا، والفيديو انتشر في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد بيه كل الناس استمتعت بيه، وكان من أوائل الناس اللي أشادوا بيه فناننا الكبير الرائع نبيل الحلفاوي، اللي قال على حسابه مش ممكن دول بيغنوا مع الفرقة الغنوة كلها، مش بيرددوا بس، لا دي الغنوة كلها. ومحمد العدل كمان كتب الله 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 يرحمك يا بليغ، الفن الحقيقي بيعيش دايما وأبدا. استمرارا بقى مع الجمال، الحقيقة كان في مؤخرا مقطع فيديو كده لا يتعدى، بنتكلم في 8 دقايق تقريبا. المقطع ده ظهر فيه فرقة موسيقية مغربية كانت بتعزف أغنية جانا الهوى. طبعا جانا الهوى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وكلمات محمد حمزة والحان بليغ حمدي. ظهر في الفيديو ايه بقى؟ ظهر في الفيديو الالاف، كل الناس اللي قاعدين كانوا بيغنوا الاغنيه دي زي ما تكون الاغنيه دي لسه طالعه امبارح، مع ان عدى على انتاجها اكتر من 50 سنه او 5 عقود كامله، لكن الناس كلهم بيغنوا في صوت واحد وكانه لحن لسه جديد طالع امبارح. فرحه كانت يعني موجوده في كل الارجاء، واي حد اتفرج على الفيديو ده حس بجمال الاغنيه وحس كده زي ما بيقولوا كده باجواء الفن الجميل. والفن دايما بنتكلم عن قوه مصر الناعمه، هي دي القوه الناعمه، هو ده الفن الجميل. الفيديو ده الحقيقه قلب السوشيال ميديا كلها، كل الناس كانت بتتساءل الفيديو ده مين الفرقه الجميله دي، مين اصحاب هذا الفكر، والحفله دي كانت فين. خلال الساعات اللي فاتوا في مقطع فيديو لأغنية جميلة من الأغاني العزيزة قوي على قلوبنا للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، جانا الهوى، وبتعزف بشكل رائع. طبعا ألحان العملاق محمد حمزة وكلمات بليغ حمدي، أسماء كبيرة جدا، ولكن لما بنشوفها بعد 50 سنة أو 55 سنة تقريبا بتعزف بأوركسترا كبير جدا، مايسترو مغربي رائع المايسترو أمين بوتشار قائد فرقة بوتشار الموسيقية، وحضور طاغي وتفاعل غير طبيعي
لكل الحضور في القاعه في المسرح الكبير اللي حضراتكم شايفينه ده، والناس بتغني جانا الهوى لعبد الحليم حافظ باداء فرقه الموسيقار المغربي امين بوتشار. حاجه الناس كلها عماله بتشير مقطع الفيديو خلال ال 24 ساعه ولا 48 ساعه بشكل كبير جدا. اعجاب منقطع النظير بالاداء وبالروح وبالحاله. للي ما شافش المقطع ده تعالوا الاول نشوفه وبعد كده نكمل.